السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا بقى نعمل وصفات حلوة من القرنبيط. زي ما انتوا شايفين كمية كبيرة. اول حاجة كده هنخزنه زي ما انتوا شايفين، ده تخزين وده تخزين. بصوا بقى يا حبايبي، وصينية العجة كمان عايزة اقول لكم كمان، وطبق الحواوشي ده معمول بالقرنبيط، وكمان البرجر عاملينه بالقرنبيط، والقرنبيط بقى بتاعنا اللي مقلي في الزيت، وشوية طحينة. تعالوا اقول لكم بقى عملت الوصفات الحلوة دي بايه. بصوا بقى يا حبايبي، بقرنبيطة واحدة عملت كل الوصفات دي. تحبي بقى تخزني، تحبي بقى تعملي، بصوا زي ما بقول لكم قرنبيطة واحدة كده جات لي هدية، فقلت لا اقوم بقى استغلها. زي ما انتوا شايفين كده بحاول بقى ايه اقطعها كده. بس ايه، نخلص الراس بالشكل ده كده. عايزين بقى في الفيديو ده كده نقول ازاي هنقطعها وازاي هنسلقها، والتتبيلات الحلوة اللي احنا عملناها للحاجات اللي احنا عملناها دي كلها. كده بقى خلصنا الراس، وتعالوا بينا بقى ايه نفكك الوردات بتاعتنا دي كده. بصوا باجي على العروق اللي ايه السميكه دي، اروح مقطعاها كده من بعضيها لغايه ما اخلص بقيه الراس، وبقت وردات بالشكل ده كده. واجي برضو على كل ورده اروح ايه مفككاها كده من بعضيها زي ما انتوا شايفين. هتلاقي بقى الكبيره، هتلاقي الصغيره، هي كميتها كبيره بسم الله ما شاء الله. حطها على صينيه كبيره كده معانا. تعالوا بينا بقى عشان هي فيها مقاسات مختلفه كده، النهارده هنعمل منها وصفات مختلفة. يلا بينا بقى يا حبايبي كده. مية على النار سايباها تغلي، وبعد ما خلصت كل القرنبيط بالشكل ده كده وفككته من بعضه، هروح بقى واخداه في اي مصفى بالشكل ده كده، وفي حاجة واسعة، وغسلاهم قبل ما اسلقهم. لازم اغسل القرنبيط قبل ما اسلقه يا جماعة. بصوا شلتهم كده على مصفيين بس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. لو لسه ما عملتيش لتيتا لايك ومتابعة، اعملي لها لايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي. بصوا بقى خلاص انا جمعت بقى ايه القرنبيط، حتى الصغير ده هاخده هستغله كمان، وهنشوف هنعمل فيه ايه. عايزه اقول لكم لو ما كانش عندي مخلل كمان كنت خللت قرنبيط، بس انا عامله لكم وصفات حلوه من القرنبيط. حطيت ملح وحطيت كمون في ميه الايه السلق، واسيب بقى القرنبيط بتاعنا ده حسب يا جماعه ما بياخدش يعني مش عارفه اقول لك 10 دقايق اقول لك ربع ساعه، لا هو حسب ما تحسيه في ايديكي، لان كل قرنبيطه بتختلف عن التانية في السوا بالشكل ده كده. بس المهم ما يتهريش معاك. خلاص انا بقى الكميه الاولانيه، واروح بقى تحت ميه جاريه ساقعه اروح شطفاه، وانزل بالكميه التانية كده مع تزويده شويه كمون كمان صغيره، واروح شاطفه بقى القرنبيط الاولاني وحطاه في المصفى كده يتصفى. خلاص شايفين انتوا السوا، انا ملهوش وقت يا جماعه. السوا حسب ما تحسي القرنبيطه معاكي كده ماشيين مع بعض اهو، خطوه خطوه. شيلي القرنبيط بسرعه وانزلي تحت ميه ساقعه عشان توقفي ايه التسويه بتاعته. كده بقى بعد ما حطيناه تحت ميه جاريه، تعالوا بينا بقى نعمل تتبيلات حلوه كده لايه للوصفات الكتيره اللي احنا عملناها مع بعض. بصوا بقى، بصلايه الاول مبشوره كده، وطماطميتين كده مبشورين في طبق، ومعايا فلفل ايه اخضر، ومعايا فلفل احمر، ومعايا فلفل اصفر، ومعايا قرن شطه كده حراق. هقطع كده الفلافل بتاعتنا بالشكل ده كده مع بعض. هاخد بس ستة، اسيب حته صغيره من الفلفل الحراق كده هاخدها برضو على جنب. خلصت انا بقى الفلفل الالوان ده هشيله في طبق. وتعالوا بينا بعد كده نقطع الفلفل الحراق ده كده، بصوا تقطيع صغير خالص، واروح واخده عليهم كمان كام طماطميه كده مقطعاها مكعبات، وابشر على الفلفل الاخضر ده اللي هو السبايسي كام طماطميه كده كمان، ما ايه نبشرها كده بالشكل ده كده. انا خلصت بقى التتبيلات، والنهارده زي ما انتم شايفين التتبيلات بتاعتنا، والنهارده مع ايه معانا 5 بيضات بس عشان نعمل منهم الوصفات الحلوه دي كده. زي ما انتم شايفين كده انا ايه بنقض ايه القرنبيط، هاخد منه كام واحده كده للتخزين. زي ما انتم شايفين التخزين بقى يا جماعه بعد ما يطلع ويبرد معاكي حطيه في كيس كده وطلعي منه الهواء واقفليه بقى وشيليه بقى في الفريزر بس بالامانه انا ما بحبش تفريز القرنبيط بالشكل ده. بعد ما بسلقه ما بحبش تفريزه، انا بحبه بقى بعد ما اعمله واسويه في الوصفات اللي احنا عملناها دي. هقول لكم ازاي تفرزوه. انا بقى معايا سكينه تقطعي القرنبيط حبه، تقطعيه تقطيع صغير بالسكينه. عندك كبه افرميها يبقى اسهل عليكي. هخلص بقى كل الكميه وبقت معايا بالشكل ده كده. يبقى احنا بقى الكميه دي هنعمل منها 5 وصفات، والقرنبيط اللي هنحمره في الزيت كده، والكيس ده اللي هنشيله في الفريزر. استنوا بقى تيتا في وصفات القرنبيط، واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.